أحبتي المستمعين، في هذه المساحة نواصل ما بدأناه من حديث طيب مع الشاعرة الأستاذة سمر الرميمة. هذا طبعا بعد التحية لكم ولضيفتنا العزيزة الشاعرة الكبيرة والأديبة الرفيعة الأستاذة سمر. مرحبا بك يا أستاذة سمر للمرة الثانية، وألف أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. ربنا يكرمك ويحفظك. يمكن في الحلقة الماضية تحدثنا حول الشعر لدى سمر الرميمة، ولكننا نريد الآن أن نتحدث أيضا يعني عن إبداع متوهج لديك وتجربة أقلام عربية، تجربة تستحق الاحتفاء. من أين جاءت هذه الفكرة وكيف تم التنفيذ؟ بسبب الحرب وبسبب ضبابية المشهد الثقافي. تقريبا عام 2016 ميلادية أغلقت المؤسسات الثقافية منها الصحف، فكان المشهد شاغر. وكما ذكرت أنه بسبب ضبابية المشهد الثقافي أدركنا أن تأسيس مجلة تستطيع أن تجمع إبداعات الشعراء والأدباء وتصبها في بلطقة واحدة، وأيضا تسد الفراغ الثقافي ولو قليلا، وأن تجمع جميع الأطراف المتنازعة وجميع الطوائف على طاولة، وهي طاولة الأدب والثقافة، وتتيح أيضا المجال أمام الشباب المبدع في مختلف المجالات الأدبية والفنية. ولله الحمد مع ثلة من المثقفين والشباب المبدع بدأنا في اليمن، ثم توسعنا لأن يكون لدينا ممثلين في مختلف الوطن العربي. رسمنا الأهداف والحمد لله حققنا نتائج طيبة، فإن شاء الله العدد القادم سنصل إلى العدد 100، ويحق لنا أن نحتفل بهذا الإنجاز الكبير ولله الحمد. وطبعا الهدف كما ذكرت من المجلة هو نشر الوعي الثقافي ووجود ذلك التلاقح الثقافي والإبداعي بين مختلف الأجيال. كما يعني خططنا أن تكون مجلة أقلام عربية تتسع للوطن العربي ككل وليس لليمن فقط على غرار المجلات العربية الكبرى. نعم، مجلة أقلام عربية هي مجلة أونلاين، مجلة على الإنترنت. ما نعم. فكرتوا في أنكم تطبعوها ولا هذا غير متاح مع ظروف الحرب الحالية؟ نحن نطبع أعدادا منها كإرشيف، وحاولنا أيضا أن نوزع منها أعدادا لمختلف المكتبات، ولكن ينقصنا الدعم المادي الذي هو يعتبر يعني حاجز بيننا وبين يعني ورقية، ولكننا كما قلت لك نطبع نماذجا منها. نعم، إلى حتى الآن يعني وصلتم أو كدتم تصلوا إلى 100 عدد، وهذا إنجاز عظيم وضخم. هذه الأعداد الكثيرة التي وصلت إلى الناس، يعني من وجهة نظر الأستاذة سمر الرميمة، هل حققت فعلا فكرة أن تجمع العقول العربية إبداعا وتلقي؟ نعم، طبعا كثير من دكاترة الجامعات لديهم أعمدة رئيسية في صفحات مجلة أقلام عربية، ولدينا أيضا طبعا الاستطلاعات. أنت طبعا من المتابعين مجلة أقلام عربية الأستاذ أشرف كوكش، وهو كان من يعمل الاستطلاعات لمجلة العربي، هو أيضا معنا من ضمن فريق المجلة والذي يضع استطلاعات شهرية للمجلة. طبعا من ضمن أعمال أقلام عربية أننا على مدى سنوات قمنا بعمل مسابقات بعنوان أقلام حول الوطن، وأقلام حول السلام، وأيضا أقلام حول المرأة، ونحتفي في نهاية العام يعني بالواقع، ويعني باحتفالات يحضر فيها الصحافة والإعلام، وتوزيع جوائز مالية داخل اليمن وخارج اليمن، وأيضا يعني تسليم دروع
للفائزين وطباعة دواوين شعرية مشتركة للثلاثة الفائزين الذين نعطيهم الثلاثة الفائزين من مختلف الدول العربية. يعني نعطيهم شهادة تقدير ومبلغ مالي وأيضا دروع. وبقية الشعراء المشاركين الذين لم يحالفهم الحظ نجمع إبداعاتهم ومشاركاتهم في دواوين شعرية سنوية، وهذا من الإنجازات التي قمنا بها. نعم، هذا أمر كبير وجهد ضخم أستاذة سمر. الدول التي يشارك أو الكتاب الذين يشاركون في مجلة أقلام عربية من أي الدول؟ من مختلف الدول. طبعا المشاركات تكون مفتوحة عبر التواصل الرقمي من مصر ومن الجزائر ومن تونس ومن المغرب. طبعا نحن لدينا منتدى وصفحات المجلة عبر الفيسبوك، ننشرها عبر مواقع التواصل ونستقطب المشاركات. وطبعا لجنة التحكيم تكون مكونة من شعراء كبار ودكاترة مختصين يعني يعطونا أسماء الفائزين طبعا، ونتعامل بأرقام وليس بأسماء حتى تكون النتائج صحيحة عبر لجنة مختصة حتى يكون العمل نزيهي. نعم، ما شاء الله. أستاذة سمر، يعني كيف حال الكيانات ومؤسسات الثقافة والإبداع والفنون في اليمن قبل الحرب وبعد الحرب؟ طبعا قبل الحرب أنا كنت غائبة عن المشهد كثيرا، ولكن بعد الحرب المشهد كما قلت لك لا يزال ضبابيا. لذلك هناك الكثير من المؤسسات الشبابية التي تحاول أن تسري المشهد الثقافي بما تستطيع بجهود شخصية. ظهرت مثلا غير مجلة أقلام عربية، مؤسسة شعراء على نافذة العالم بإدارة الشاعر الكبير فؤاد المحنبي. ظهر أيضا ملتقى كيان الثقافي، وظهرت أبجديات للثقافة أيضا لا تحضرني الآن، وأيضا مجلة سلاف، وهذا شيء رائع. نعم. يعني جهود شخصية. نعم، هذه وأيضا لدينا نادي القصة وهو من أهم المؤسسات المتواجدة حاليا على الساحة. نعم. أستاذة سمر، يعني رغم اهتماماتك الثقافية وكتاباتك وشعرك الجميل لم تتجهي إلى دراسة كلية الآداب. أنت درست كلية التربية، وهذه طبعا أيضا يعني جهد إنساني مهم جدا. ما السبب الذي يعني خلاك تروحي إلى اتجاه التدريس والتربية؟ طبعا أنا دائما بعد أن أقدم نفسي كشاعرة أقدم نفسي أيضا كباحثة أكاديمية اختارت مجال البحث في الدرس التربوي أو في المجال التربوي، حتى أني حصلت منذ عهد قريب على درجة الماجستير في أصول التربية لأثقب ثقبا آخرا في الجدار لضوء آخر يعني غير ضوء الشعر. ويعني أعتمد هنا على مقولة عباس العقاد حين قال أن الإنسان الكامل من يعرف العلم ولا يجهل الفن، أو من يعرف الفن ولا يجهل العلم. فأنا حقيقة أحب المجال التربوي وأعتبر نفسي جزءا من هذا المجال. نعم، ويعني حتى الآن الدكتوراه برضو أنت تعملي فيها الآن وفي نفس المجال اللي هو يمكن أصول التربية، مش كده؟ نعم، في أصول التربية. نعم. إلى أي مدى جهدك في مسألة التربية يا أستاذة سمر يعني تستطيعي إنك تخليه في خط يعني متوازن مع اهتماماتك في مجالات الكتابة والأدب والشعر؟ طبعا أنا كامرأة يمنية أعتبر نفسي امرأة يمنية قوية، أعرف متى أكون ثمر الشاعرة ومتى أكون ثمر المربية في منزلها وثمر الأم وثمر الشاعرة، وذلك من خلال يعني التوازن. وهذا يعني ليس بصعب وليس يعني ببعيد عن أي إنسان طموح.
نعم، لكن أستاذ سمر ربما تكون هذه الجهود في المجالين يعني، وهي جهود كبيرة منك، لها تأثير ربما على الأسرة يعني، وأيضا هنالك أكيد هنالك أعباء داخل المنزل يعني. التي تحملتني كثيرا، انه خاصة يعني كنت كلما ادخل المطبخ يأتيني الهاجس، اكتب القصيدة، احيانا يحترق الخبز واحيانا اضع بدل السكر ملح، فكانوا ضحايا الشعر. تمام. فدائما اقول لهم اقدر لكم جهودكم، فهم يقولوا يعني سبحان الله ما يجي الهاجس الا بالمطبخ وانت تطبخي، يعني احيانا تحترق الاكل، احيانا اضع كما قلت لك. فهذا يعني أنا ممتنة لهم أنهم صبروا علي فعلا. يوجد هفوات ولكن تستمر الحياة. ما شاء الله. أستاذ سمر، من الإنجازات التي أيضا يعني نحسبها لك ديوان ترانيم السمر الذي تمت طباعته سنة 2018. حدثينا عن هذه التجربة. طبعا أنا قمت بكتابة قصائد كثيرة، ويعني إلى عام 2018 قمت بجمع الديوان ومراجعته، وتم إصدار الديوان من خلال منتدى الإبداع نعم، في ترانيم السمر أستاذة سمر. طبعا اسم العنوان، اسم الديوان يعني يرتبط باسمك يعني بطريقة ذكية جدا. ترانيم السمر، هل كان كله بالفصيح ولا بالعامية ولا خلطتي النهجين؟ أيوة نعم. تم طبع الديوان من خلال مؤسسة الإبداع للثقافة والأدب والفنون. بالنسبة لديوان ترانيم السمر، يعني هذا أسميه طفلي الأدبي الأول، وهو مقسم إلى بالبداية إلى قصائد وطنية وقصائد وجدانية وقصائد دينية، وأيضا قصائد شاركت بها في مسابقات أو مجاراة بيني وبين الشعراء، كانت تحدث بيني وبين الشعراء بشكل مباشر عبر لجان تحكيم وهكذا شاركت. نعم، يعني هو كان لم أخلط القصائد الغنائية الشعبية في الديوان الفصيح. نعم. الديوان الجديد الآن، وهنالك إعداد لديوان يجب أو ربما تتم طباعته قريبا، ده هو نعم. فكرته حتكون مختلفة شوية عن ترانيم السمر. نعم، أنا حين أقرأ الديوان القديم وأقرأ الديوان الجديد وأقارن بينهما أجد أني يعني المستوى يوجد فرق وتجديد جميل في الديوان الثاني. يعني التجربة الشعرية عموما هي تتطور ويتطور الأداء وتتطور الموهبة، وذلك من خلال الصقل والقراءة المستمرة يكون هناك جودة في الأداء. نعم. وأستاذة سمر، يعني ما شاء الله صوتك مميز وتستطيعين التحدث بطريقة لبقة ورائعة جدا. لماذا لم تفكري بكل هذه الإمكانات أن يعني تقدمي برامج أو تشاركي في أعمال تلفزيونية مثلا؟ طبعا أنا يعني عبر إذاعة مصر صوت العرب قدمت لهم عدة حلقات من خلال سرد المشهد الثقافي اليمني في عدة حلقات، وطلب مني لبعث اللقاء من أحد القنوات اليمنية أن أعد برامج، ولكني كما قلت لك مشغولة في الدراسة وفي التدريس وفي المجلة، فيعني لا أريد أن أحمل نفسي فوق طاقتي. لكني أنا قلت لهم سأفكر في الأمر وأرد عليكم. يعني إن شاء الله إن مشروعي القادم سيكون تقديم برنامج ثقافي يقدم الشعر والشعراء في اليمن، ولكن إن شاء الله حين أنتهي، إذا الله كتب لنا العمر، حين أنتهي من الدكتوراه وأتفرغ لذلك.
نعم أستاذ سمر، يمكن ظلمنا الشعر وظلمنا من يتابعنا الآن، يعني إذ لم نستمع منك إلى مقاطع كثيرة. يا ريت يعني قصيدة أو جزء من قصيدة. ولا يا زارع الصبر في وديان أوردتي، دع عنك هجري وروحي في دياجيها، أغرك الصمت من دوحي وقافيتي، أم أنت تخفي هموما لست أدريها؟ يا موقد النار في قلبي وتاركها رفقا بروحي، فإن الوجد يكويها. أما علمت بأن الحزن يوهنها، وأن وصلك بعد البين يشفيها، وأن شعري بلا عينيك يرهقني، والشوق ينبض أوراقي ويبريها، وأن دنيا بلا رؤياك موحشة، فأنت بالحب والتغريد تشبيها، وأنت للنفس حاديها وملهمها، وأنت أغلى من الدنيا وما فيها. يا سلام يا سلام، يعني هذا نص في ظني يعني يجب أن يجد حظه من التلحين، يعني لأنه فيه غنائية عالية وفيه سهولة وفيه إحساس كمان أيضا على مستوى عالي جدا. شكرا لك. بما انك يعني انت بتلحني برضو عندك مقدرة على عمل الالحان، ليه ما فكرتي تلحني هذا النص الجميل؟ انا طبعا كل نصوصي لا اكتب نص بدون ان الحن، لاني لا اكتب يعني بطريقة النحو العارفين بالنحو وقواعد اللغة العربية. انا دائما اكتب على السليقة الشعرية وبمعرفتي بالاوزان الشعرية، يعني اكتب على الايقاع والحنها وانا اكتب، يعني من بداية القصيدة إلى آخر القصيدة ألحنها. ولكن فكرة التلحين، أنا لحنت أغنية غناها الفنان سمير الفقيه، الله لا يحرم عيوني من طيوفك يا ظريف الطول يا باهي وصوفك. هذه الأغنية أنا لحنتها وغناها الفنان سمير الفقيه. يا سلام، هي الأغنية الوحيدة اللي وصلت عبر حنجرة فنان يعني من ألحانك؟ كما ذكرت لك يعني هذا هو اللحن الوحيد الذي كما قلت وصل عبر حنجرة فنان. نعم، وحيد بس. طيب يعني لماذا طالما انك بتلحني كل اعمالك لماذا تبخلي بهذه الالحان؟ هو الحظ، احيانا بعض الاعمال لا تجد حظها في ان تصل الى فنانين، او اني منشغلة في اشياء اخرى لست في مجال واحد. نعم، والأستاذة سمر الرميمة ما سر هذا النقاب؟ دائما يقولوا لي انت ما راح تخرجي للنور، انت يعني تظلمي موهبتك، لكن انا يعني احترم الجمهور الذي يحترم المرأة لأدائها وإبداعها وليس لشكلها ومنظرها. وطبعا عائلتي ما عندهم أي مانع إني أشيل النقاب، لأنه أختي غير منقبة، ولكن يعني أنا أعتز بالنقاب. وهل كتبت الأستاذة سمر الرميمة أي نص حول النقاب؟ بداية القصيدة قلت فيها الضاد قصري، لأنه طبعا أنا انتقدوا علي لبس النقاب وقالوا هذه ليش تظهر نقاب وهذه كرئيس التحرير المفروض. فأنا قلت لهم الضاد قصري وسيف الشعر بوابي، وجوهر القول منقوش بأعتابي، بحور شعري على وجه السماء بدت، فليس يحجب سحر الحرف جلبابي. نعم أستاذة سمر، إذا عدنا إلى مجلة أقلام عربية بعد الوصول إلى العدد 100، وهذا كما ذكرت إنجاز يعني يستحق الاحتفاء تماما، هل هنالك أفكار جديدة أو رؤى أو خطة لتطوير هذه المجلة أكثر؟ نعم إن شاء الله بعد العدد 100 لدينا اجتماع مع أعضاء مجلة أقلام عربية، يعني طلب من الجميع أن يضعوا تصوراتهم ورؤاهم لما بعد العدد 100، ولدينا أفكار كثيرة إن شاء الله سنقوم بتحقيقها فيما بعد سنظهرها لكم إن شاء الله. أستاذة سمر، يعني نحن في نهايات هذا اللقاء والذي أعده لقاء جميلا بما قدمت أنت من حديث لطيف وطيب، أشياء في الخاطر، أشياء تشغل بالك هذه الأيام؟ والله ما يشغل خاطري حاليا هو قضية المسلمين الأولى، وهي قضية غزة، وأسأل الله أن يجبر لهم من كربتهم مخرجا، وأن
أن يوحد البلاد العربية وأن يعيد لنا حميتنا القومية وأن نعود كما كنا أخوة متحابين. نعم، لك كل الشكر الشاعرة والأديبة والكاتبة الصحفية الأستاذة سمر عبد القوي الرميمة من دولة اليمن. سعدنا بك بحديث لطيف وبشعر جميل وبأفكار عميقة. نحن حقيقي شاكرين لك وسعدنا بك كثيرا كثيرا كثيرا. ممتنة لك، ومن خلالك أبعث تحية قلبية معطرة للشعب السوداني الحبيب والذي يعتبر يعني أحب الشعوب إلى قلبي بفنه وثقافته وإبداعه المتجدد، وأتمنى له كل الخير مع بلادي اليمن. ربنا يكرمك ويحفظك وشكرا لك. شكرا جزيلا لك.